بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة عبد الله بن مسعود. الله يعطيك العافية يا أخي. شو عم تساوي هون أخي؟ والله ناطي هالبناية العالية هاي هون في قناصين عليها عم يضربوا لنا حشوات من عليها ار بي جي. أنا هاي البناية؟ هاي البنايتين هدول العاليات ليك هاي الشباك المفتوح والبناية ليك الفوق عليها. ومن هون عم يضربوا عليكم؟ ترى هلكونا بالحشوات وبالار بي جي، حرقوا الشقق للمدنيين الله لا يوفقهم. الله لا يوفقهم. وإن شاء الله الوضع تمام هون؟ والله تمام. إيه الحمد لله. بدي لط هون بالشباك. من هون عم يطلعوا. الله يقويك يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. سرية المعتصم بالله التابعة لكتيبة عبد الله بن مسعود ستقوم الآن بإطلاق حشوة ار بي جي على مقام قوى الأمن والشبيحة. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم أخي عبد الله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. أخي بس أرجيني الهدف اللي ضربت عليه الحشوي. ضربت على هاي البناية متواجدين فيها الأمن والشبيحة، وهاي طلاقاتهم عم يضربونا من هون. وهاي ليكم هلا بعد ما ضربت الحشيش صار يضربوا كل البنايات، وهاي مليانة إلهم أمن شبيحة، وإن شاء الله بنقضينا اليوم. الله يعطيك العافية. قذائف الهوين تنزل على مدينة حمص القديمة تاريخ 30/5/2012. الله أكبر. الجنود الأسد وعصاباته لا يكتفون بنزول الهوين على المدنيين، ولكن يقومون بإحراق البيوت. انظروا إلى بيوتنا يا عرب، انظروا إلى بيوتنا ماذا حل بها من دمار. حصار تخريب كتاب الأسد وحرق المنازل 30/5/2012. نعم روحك يا بشار، دمرت لنا بيوتنا، قتم بيت بحمص صار. وما يا عرب، وما يا خواني، وما حمص تذبح يا اخوات، يا عرب حمص تذبح. الله أكبر على الظالم. عصابات الأسد تسرق البيوت، تحرق البيوت وتتمركز بها لقتل الناس العزال. حمص تذبح. 30/5/2012. حمص وابود. الهوى مستمر على الحي منذ الصباح.